لو أنت واحد ربنا كرمك ودخلت كلية الشرطة واتخرجت منها بس عندك مشكلة إن عيلتك كلها تقريبًا كانت سوابق، يعني عمك كان بتاع مخدرات، خالك كان قاتل، واحد من قرايبك كان شغال في المراهنات، وعيلتك كلها ما شاء الله يعني حاجة ما تشرفش، فهل CV زي دوّة هينفعك جوه الشرطة أو يخلي الشرطة أصلًا تثق فيك؟ أكيد لأ، بس في فيلم النهارده الCV ده مش بس هينفعك، ده تقريبًا الCV المطلوب بالضبط، لأن الشرطة هنا مش عايزاك تبقى ضابط، الشرطة هنا عايزاك تبقى مخبر أو جاسوس جوه عصابة، واحد من أخطر رجال المافيا، يعني بدل ما تاريخ عيلتك يبقى نقطة ضدك لأ، هنا بقى هو الحاجة الوحيدة اللي هتخلّيك مُقنع جدًا قدّام العصابة، بس الموضوع مش كده وبس، لإن في الناحية التانية العصابة نفسها فكّرت بنفس الطريقة، زعيم العصابة من زمان كان مربّي ولد صغير ودخّله كلية الشرطة وخلّاه يبقى ضابط عشان يبقى عينه جوّه الشرطة، يعني الشرطة زارعة واحد جوّه العصابة والعصابة زارعة واحد جوّه الشرطة، وإحنا دايمًا في النوعية دي من الأفلام بنشوف إن العميل مزدوج من طرف واحد، بس الفيلم ده جمّع لك الطرفين مع بعض في نفس الفكرة، واحد عايش وسط المجرمين هو في الحقيقة تبع الشرطة وواحد عايش وسط الشرطة وهو في الحقيقة تبع المجرمين، والاتنين مش عارفين بعض، بس كل واحد فيهم ممكن يدمر حياة التاني في ثانية. والنهارده هنتكلم عن واحد من أحسن أفلام الجريمة والعميل المزدوج، فيلم ذا ديبارتد، الفيلم اللي هتلاقي فيه ليوناردو دي كابريو ومات ديمون وجاك نيكلسون وتحت إخراج كمان مارتن سكورسيزي. وفعلا الفيلم ده من النوع اللي بيخليك طول الوقت تسأل مين فيهم الشرطي الحقيقي ومين فيهم المجرم الحقيقي. بنبتدي بإننا بنشوف راجل داخل بقالة وعمال بقى يرخم على البياع وعلى البنت اللي معاه وبيشتري حاجات، بس واضح جدًا إن هم خايفين منه وبيسمعوا كلامه، وبنعرف إن الراجل ده اسمه فرانك كاسترو، وهو واقف كده بيبُص جنبه بيلاقي ولد صغير قاعد في البقالة، فبيقعد يتكلم معاه ويجيب له حاجة حلوة وحاجات كتير من البقالة، وكمان بيدّي له فلوس ويقول له لو احتجت فلوس زيادة تعالَ لي في الشارع اللي أنا فيه، أكيد أنت عارفه، وبنشوف إن الولد فعلًا بيروح للراجل ده، والراجل يفضل يعلّمه ويدّي له كلام كتير، وبعدين نكتشف إن هو أصلًا زعيم عصابة أو حاجة زي كده، إن هو بيخلّص على ناس وبيتاجر في مخدرات وشغله كُلّه شمال. ويفضل يعلّم الولد الحاجات دي كلّها لحد ما الولد بيكبر ويبقى مبسوط بالكلام ده، وإن هو بقى معاه فلوس، وبعدين نلاقي فجأة إن الولد ده لمّا كبر بيدرس في كلية الشرطة. في الناحية التانية بقى بنشوف بيلي اللي هو ليوناردو دي كابريو، هو كمان بيتمرّن في كلية الشرطة، وبنشوف الناحيتين مع بعض، الاتنين كل واحد فيهم بيتمرّن وكل واحد ماشي في طريقه، لحد ما الاتنين بيوصلوا لمرحلة التخرُّج، كل واحد فيهم بيتخرّج وكل واحد بيروح يتعيّن محقق في الشرطة، بس النقطة المهمة هنا إن هُم الاتنين أصلًا ما يعرفوش بعض نهائي. بعدها بنشوف إن بيلي راح وقعد قدام 2 ضباط، واحد منهم ماسك ملف وعمّال يتكلم معاه وعن عيلته، بيقول له إن عمه كان راجل شغال في حاجات شمال زي المراهنات وتهريب السلاح وحاجات من النوع ده، وإن عيلته كلها لها تاريخ وسخ في الحتة دي، فبيلي بيتضايق وبيقول له: "أنت مالك بعيلتي وإيه علاقة الكلام ده بيّا دلوقتي؟" فالضابط التاني بيكمل عليه ويقول له إن هو عارف إن عمه مات من زمان، بس المشكلة الناس اللي كانت شغالة معاه لسه موجودة ولسه مكملين شغله لحد دلوقتي، وفضل واحد من الضباط اللي قاعدين قدام بيلي يتكلموا بطريقة مستفزة جدًا ويزعق له ويقول له: "أنت داخل كلية الشرطة تعمل إيه؟ أنت فاكر إنك أنت هتبقى ضابط عشان تثبت للناس إنك مش زي عيلتك؟ أنت عايز تبقى ضابط بجد يالا والّا تمثل إنك ضابط؟" وفي اللحظة دي بصراحة أنا حسيت إن الضابط ده كان مستفز جدًا، بس أنا باحب الممثل ده وبيليق عليه فعلًا الأدوار اللي هو بيعملها دي، ويفضل بقى يكمل كلامه ويقول له إن عيلتك كلها تاريخها الزبالة أساسًا، وإن أنت واحد ما يليقش عليك إنك تبقى ضابط، وهو عمال يستفزه بالكلام أكتر وأكتر، وبيلي قدامه بيحاول يمسك نفسه بالعافية، مش قادر إن هو يمسك نفسه من الكلام المستفز ده، بس بعدها الضباط بيبتدوا إن هم يهدوا شوية ويهدّوا الكلام بتاعهم ويرجعوا يكلموه تاني ويبدأوا يشرحوا له إن هم عايزين منه إيه بصراحة، هم مش عايزين منه إنه يكون ضابط، هم عايزينه يبقى جاسوس للشرطة، مخبر يعني، عشان يدخل جوه عالم العصابات يبقى واحد منهم، وعشان يعملوا ده أول حاجة هيقولوها له إن هم هيدّوا له فلوس أكتر من أي ضابط عادي، بس في نفس الوقت هو هيضطر إن هو يخش السجن وهيقعد هناك فترة، ليه؟ عشان أي حد من العصابات ده لو دَوَّر وراه يلاقي إن الCV بتاعه سليم، يعني يلاقي واحد رَد سجون، واحد شكله مشرّد، واحد تاريخه ينفع إنه يبقى داخل فعلًا وسط العصابات من غير ما حد يشُك فيه، وكمان هنا لازم نفهم إن الموضوع بالنسبة له مش محتاج إن هو يتصنّع أوي، يعني هو أصلًا عيلته كلّها كان ليها تاريخ في الشمال وفي العصابات وفي الحاجات دي، فدي بالنسبة للشرطة مش نقطة ضده، بالعكس دي حاجة بتخدمهم جدًا في المهمة، لإن لمّا العصابات تيجي تدوّر وراه مش هيلاقوه إن هو واحد غريب جاي يبقى منهم، هيلاقوه واحد عيلته أصلًا معروفة وعمه كان راجل عصابات مشهور والناس عارفة هو شغال في إيه، فكده الCV بتاعه بالنسبة لهم هيبقى مقنع جدًا، وعشان كده الشرطة اختاروه هو تحديد، لأنه ينفع يدخل العالم ده من غير ما يبان إنه داخل عليه تمثيل، وبعد كده بيدخل السجن وبيقعد فترة هناك بقضية إنه ضابط بقى بيعتدي على الناس وبتاع مشاكل، ولمّا بيخرج من السجن بيروح لعيلته وبيحاول يقنعهم إنه عايز يشتغل معاهم في أي حاجة، مخدرات، فلوس، أي شغل، لأن في الأول وفي الآخر ده عيلته والناس دي عارفة تاريخه وعارفة إن عمه كان راجل كبير في السكة دي، فهو مش محتاج يثبت ليهم إنه مجرم، هو بس محتاج يخليهم يصدقوا إن هو كمان طالع شبههم، وهنا بقى نحس إن فكرة الفيلم كلها وعلى
الأقل الفكرة الأولى الفيلم بيحطها قدامنا إن بيلي هيروح يشتغل مُخبر عند العصابات، وغالبًا عند نفس الراجل اللي هو فرانك كاستلو، وفي نفس الوقت كاستلو أصلًا من زمان كان مربي الولد الصغير اللي إحنا شُفناه في أول الفيلم، وخلّاه يخش كلية الشرطة ويطلع ضابط عشان كمان يبقى جاسوس ليه جوّه الشرطة، والولد دوّة اسمه كولين. يعني من الآخر الشرطة زرعاه واحد من العصابة، والعصابة زارعة واحد من الشرطة. وعلى الناحية التانية بنشوف إن كونان خلاص بقى راح يستلم شغله وبيدخل أوضة اجتماعات، وفيها محقق كبير واقف بيوريهم صور ناس مجرمين وعصابات. هو بيتكلم عن ناس خطيرة موجودة في المنطقة، بيقول لهم إن في مجرمين بقالهم زمان في الشغل ده، وإن في ناس كتير شغالة معاهم ولسه مكملين لحد دلوقتي. هو بيقلب في الصور بنشوف إن الراجل اللي ربى كولين وهو صغير اللي هو كاستلو موجود جوه الصور دي، وساعتها نفهم إن الشرطة أصلا عايزة تقبض عليه ومراقباه من زمان. وبعد كده بنشوف إن بيلي في نفس الوقت بيحاول يجذب انتباه كاستلو، زي إنه بيعمل مشاكل في البار بتاعه. على فكرة المشهد ده مش مهم، ده جوّه الفيلم، وفعلًا كاستلو بيروح له ويقابله، بس في الأول بيبقى مش واثق فيه، بيقول له: "أنت كنت شرطي، فإيه اللي يضمن لي إنك مش عامل الفيلم ده كله عشان تيجي وتلبسني أنا والناس اللي معايا؟" وبعد نقاش عنيف ما بينهم، بيلي بيحاول بطريقة إن يثبت له إنه مش جاي من ناحية الشرطة، إن هو فعلًا عايز يدخل معاهم. وزي ما قُلنا الحاجة اللي مساعداه شوية إن عمه كان راجل معروف في العصابات، فالموضوع بالنسبة له مش بعيد أوي عن تاريخه. وحتى كاستلو هنا كان بيفتكر أو بيفكّره بعمه، بيقول له: "أنا عارف عمك كان راجل معروف ما بيننا أيام زمان يعني." ومن الناحية التانية بقى بنشوف إن كولين كل شوية بينقل المعلومات لكاسترو. أي حاجة بتحصل جوّه الشرطة أو أي تحرُّك الشرطة عايزة تاخده ضد كاسترو، كولين كان بيوصّلها له على طول. وحتى كاسترو بيعمل جريمة أو يقتل حد أو يعمل أي حاجة غلط، بيخلّي كولين يوجّه الشرطة في اتجاه تاني خالص، يعني بيخلّيهم يروحوا يقبضوا على ناس تانية أو يركّزوا مع عصابات تانية هو أصلًا عايز يخلص منهم. فهو كده أكنّه بيضرب عصفورين أو 3 عصافير كمان بحجر واحد، بيخلّص على العصابات اللي مضايقاه وبيخلّي الشرطة مش مركّزة معاه، وفي نفس الوقت بيبان قدّام الشرطة إن في شغل بيتعمل وإنّهم ماسكين ناس فعلًا. بس في الحقيقة إن كل ده متضبّط من عنده، عن طريق الضابط اللي هو زرعه جوّه. وبرضه لازم ناخد بالنا إن الفيلم في الوقت ده بينقلنا في الأحداث بسرعة، يعني مش بيقعد يشرح لك كل حاجة بالتفصيل، هو بيورّيك التطوّر بسرعة. يعني شوية بتلاقي التطوّر عند بيلي، وشوية تلاقي التطوّر عند كولين. يعني بنلاقي بيلي بيدخل أكتر وأكتر مع فرانك، وبيبدأ يستخدمه في عمليات أكتر ويخلّيه يشوف حاجات أخطر ويقرّب منه واحدة، واحدة. وفي نفس الوقت بيلي أصلًا بيبقى زارع أجهزة تنصُّت وبيحاول ينقل الكلام دوّة للشرطة. بس المشكلة إن الموضوع مش سهل عليه خالص، لإنّك بتشوفه إن هو قاعد طول الوقت مرعوب ومراقب نَفْسه وحاسس إن أي غلطة صغيرة ممكن تكشفه. وكل يوم تقريبًا بيشوف ناس بتموت أو بيشوف حاجات تقيلة بتحصل جوّه العصابة القذرة ديّة، وهو مضطر إن هو يكمّل ويمثّل إنه واحد منهم. مع الناحية التانية بنشوف إن كولين برضه بيكبر جوّه الشرطة، كل شوية يعرف معلومة جديدة من الشرطة يروح ينقلها لكاسترو، كل شوية يحاول يداري عليه أكتر ويبعد عنه الشبهات أكتر ويخلّي الشرطة تروح في اتجاه تاني خالص. يعني الفيلم هنا بيورّيك الاتنين عكس بعض بالضبط، واحد مجرم في نظر الناس بس هو في الحقيقة شغال مع الشرطة، والتاني ضابط محترم في نظر الناس بس هو في الحقيقة شغال مع العصابة. وفي النُص بقى في تفصيلة مهمة جدًا بتحصل، وهي إن كولين بيتعرّف على دكتورة نفسية ويبدأ يحبها ويدخل معاها في علاقة. وبعد فترة بنشوف إن بيلي كمان بيروح يقابل نفس الدكتورة دي ويحكي لها عن مشاكله وعن الضغط اللي هو عايش فيه، لإنها شغالة تبع الشرطة، فهي تعتبر صُدفة. يعني هو في الوقت دوّة أصلًا ما يعرفش إن كولين على علاقة بيها، وما يعرفش أصلًا إن ده هو الراجل اللي مزروع جوّه الشرطة. هو راح لها لإنها دكتورة نفسية مرتبطة بالشرطة أو بالنظام اللي هو شغال فيه. وكمان هو حالته النفسية بدأت تنهار فعلًا من كتر الضغط اللي هو عايشه وبيشوفه جوّه العصابة بتاعة كاسترو. وبعدها بيلي بيروح يقابل 2 الضباط اللي هم معيّنينه في المهمة دي، وواضح إنه متعصب ومش قادر يستحمل. بيقول لهم: "أنا زهقت من الوضع اللي أنا فيه ده، أنا مش قادر أكمّل، أنا كل يوم باشوف الراجل ده بيقتل حد قدّامي أو بيعمل حاجة وسخة قدّامي وأنتم لسه سايبينه." وبيقول لهم: "ما تروحوا تقبضوا عليه وخلاص، أنتم معاكم أدلة كفاية، أنا جبت لكم حاجات كتير عنه، ده مش كفاية؟ كل اللي أنا باشوفه ده مش كفاية؟" بس هُم بيبدأوا يعقّلوه ويشرحوا له إن الموضوع مش بالسهولة دي، بيقولوا إن كل الأدلة دي لوحدها مش كفاية، أو على الأقل مش كفاية إن هُم يتحركوا دلوقتي، لأن المشكلة الأكبر إن شاكين إن كاستلو عنده واحد شغال جوّه الشرطة، فلو الشرطة اتحركت دلوقتي عشان تقبض عليه، الراجل اللي جوّه هيبلّغه وكل حاجة ممكن تبوظ في ثانية. وساعتها بيلي هيتكشف على الفاضي والمهمة كلها تروح، وفرانك يطلع منها زي كل مرة. فهُم بيقولوا إن هُم مش عايزين يمسكوا فرانك في قضية صغيرة وخلاص، هُم بيحضّروا له قضية كبيرة جدًا عشان توقّعه هو والناس اللي معاه، وفي نفس الوقت يعرفوا مين اللي جوّه الشرطة شغال لحسابه. وهنا بنفهم إن بيلي محشور من ناحيتين، من ناحية هو جوّه العصابة وبيتفرج على بلاوي ومش قادر يستحمل، ومن ناحية تانية الشرطة نفسها مش قادرة تتحرك عشان عندهم فار جوّه المكان. بعدها كولين رايح شغله في الشرطة بس بيتفاجئ إن هم عاملين اجتماع مهم وإن هم عرفوا مكان عملية تسليم هتحصل النهارده لكاسترو. وكاسترو المفروض هيسلم بضاعة للناس وياخد قصادها فلوس. طبعًا أول ما كولين بيعرف المعلومة دي بيحاول بسرعة إنه يصرف نفسه بأي طريقة عشان يلحق يبلغ كاسترو باللي هيحصل. وبنشوف إن هو بيكلمه جوه القسم قدام الضباط كلهم بس بشفرة هم متفقين عليه. يعني بيكلمه كأنه بيكلم أبوه بيقول له حاجة زي: "إيه يا بابا أنا مش هاعرف آجي النهارده على العشا وأجل العشا" والكلام زي ده. بس كاسترو الناحية التانية بيفهم إن دي مش مكالمة عادية وإن كولين بيحذره إن في مراقبة أو إن الشرطة عرفت حاجة. فكاسترو
بسرعة بياخد باله، بس في نفس الوقت هو لازم يروح عملية التسليم دي، لأنها عملية كبيرة وما ينفعش يبوظها. فكاستر وهو رايح المكان بس بيعمل حركة ذكية، بيخلّي كل الرجالة اللي معاه يقفلوا موبايلاتهم عشان الشرطة ما تعرفش إنها توصل ليهم عن طريق إشارة الموبايل أو تتبع الأجهزة بتاعة الشرطة دي. هو بيدخل العملية وبنشوف إن هو رايح يقابل ناس صينيين وهيبيع لهم بضاعة وياخد منهم فلوس، والبضاعة دي بتطلع مش مخدرات ولا سلاح، دي بتطلع شرايح إلكترونية صغيرة كده، والشرايح دي ممكن تدخل في حاجات عسكرية وتقنية خطيرة زي أنظمة توجيه الصواريخ والحاجات دي. يعني الشرايح دي تقدر تحطها جوه نظام زي نظام مثلًا الدفاع الأمريكي أو حاجات زي دي، تقدر تتحكم في كل الأسلحة اللي عندهم. وبالنسبة لي بصراحة دي كانت حاجة ملفتة شوية، لإن إحنا بنتكلم عن فيلم نزل سنة 2006، ففكرة إن البضاعة المهمة تبقى شرايح إلكترونية صغيرة مش كيس مخدرات أو شنطة سلاح، هتحس فعلًا ليه الشرطة مركزة معاه أوي كده. وهنا أنت بتفهم ليه الشرطة مش عايزة تقبض على كاستو في جريمة عادية وخلاص. يعني هم مش مستنيين يمسكوه عشان قتل حد أو عشان عمل جريمة من الجرايم اللي بيعملها كل يوم، هم عايزين يمسكوه في حاجة كبيرة زي دي، حاجة تنهي عليه. والحاجة ديّة هي عملية تسليم الشرايح دي، لأن لو مسكوه بيسلم حاجة عسكرية خطيرة زي ديّة لناس أجانب ومعاه الفلوس والتسليم، فديّة مش هتبقى قضية صغيرة. بس في نفس الوقت الشرطة كانت مراقبة كاستو برّه المكان، هم مراقبين المكان من برّه ومستنيين هو والناس اللي معاه يخرجوا عشان أول ما يطلعوا يتحركوا بقى ويقبضوا عليهم. بس اللي بيحصل إن هم بيتفاجئوا إن كاستو ما خرجش، بس الناس اللي المفروض خدوا البضاعة خرجوا عادي ومشوا. فالشرطة هنا بتستغرب إزاي؟ يعني هم راحوا فين؟ إحنا كنا قافلين عليهم المكان تقريبًا، فإزاي اختفوا؟ بس بيشوفوا إن كاستلو كان عامل حسابه من الأول، هو أصلًا كان عارف إن في مراقبة هتحصل، وكان متوقع إن الشرطة ممكن تكون مستنياه، فكان مجهّز خطة هروب من الناحية التانية عن طريق مركب جوه البحر ويمشوا. فالموضوع كله بيبان إن هو كان متخطط، يعني كاستلو عارف إن الشرطة هتكون مراقباه، وعارف إن هم هيقفوا يستنوهم برّه، وعشان كده هو كان مجهّز طريق تاني إن هو يهرب فيه هو والناس اللي معاه. وهنا هتحس إن الشرطة رغم إنها كانت فاكرة نفسها إنها خلاص ماسكة العملية وإن كاستلو خلاص هيقبضوا عليه، بس هو كان سابقهم دايمًا بخطوة، وده طبعًا بسبب كولين إنه بلّغه من الأول وخلّاه يدخل العملية وهو واخد احتياطاته وعارف إن في عين عليه. بس رغم إن الشرطة ما قدرتش تمسك كاستلو في اللحظة دي، ورغم إن هو هرب من طريق تاني، بس بيلي كان قادر إن هو يعمل حاجة واحدة بس هو كان مع كاستلو في العملية. يعني هو ما قدرش يمنع التسليم ولا قدر يخلّيهم يمسكوا كاستلو، بس على الأقل قدر يوصّل للشرطة معلومة وإن البضاعة اتسلمت والفلوس اتاخدت والعملية خلصت خلاص، ودي كانت أقصى حاجة يقدر يعملها جوّه المكان اللي هو كان فيه، لأن حركة زيادة كانت ممكن تكشفه على طول. وبعد العملية دي الشرطة بتتأكد أكتر إن في حد فعلًا من عندهم جوّه القسم هنا بينقل المعلومات كلّها لكاسترو، لأن الموضوع مش صدفة، هم كانوا عارفين مكان التسليم ومراقبين المكان ومستنيين كاسترو يطلع فجأة ويلاقوه اختفى وهرب من طريق تاني، وكأنه كان عارف اللي هيحصل وكأنه كان عارف إن هم مراقبينه كل ده. فبالنسبة لهم كده خلاص إن في حد جوّه الشرطة بيبلّغه بكل حاجة. ومن الناحية التانية برضه كاسترو في نفس الوقت ده بيتصل على كولين ويقول إنه شاكك بنسبة كبيرة إن في حد من الشرطة مزروع جوّه الرجالة بتوعه. وكولين كمان بيأكد ليه المعلومة دي، بيقول إن الشرطة فعلًا حاطين حد عند كاسترو بينقل لهم معلومات من جوّه. فكاسترو بيبقى عايز يعرف مين الخاين اللي وسط الرجالة بتاعته، والشرطة من الناحية التانية عايزين يعرفوا مين الخاين اللي جوّه القسم. وهنا الفيلم يدخل في لعبة جديدة خالص، كل طرف عارف إن هو عنده جاسوس بس ما حدش عارف هو مين. الشرطة عايزة تطلّع جاسوس كاسترو اللي جوّه الشرطة، وكاسترو عايز يطلّع جاسوس الشرطة اللي جوّه العصابة. وبعد ما كاسترو خلاص بيخلّص كلامه مع كولين بنشوف إن هو خارج أو ماشي، وفجأة بيلاقي ال2 ضباط واقفين مستنيينه وبيبدأوا يتكلموا معاه، ومن كلامهم بنفهم إن هم عارفين موضوع الشحنة اللي اتسلمت للصينيين. بس المفاجأة هنا إن هم بيقولوا إن البضاعة اللي أنت اديتها للصينيين كانت مضروبة، يعني مش دي الرقائق الحقيقية. فكاستلو قعد يضحك عليهم كده وبكل برود بيقول لهم طب وأنتم قبضتوا على الصينيين؟ فهم بيبقوا متضايقين لأن هم أصلًا كانوا عايزين يمسكوا الصينيين بالبضاعة ويضغطوا عليهم ويخلّوهم يعترفوا على كاسترو، بس المشكلة إن البضاعة كلها طلعت fake مضروبة يعني، يعني ما فيش رقائق حقيقية وما فيش قضية كبيرة زي ما هم كانوا فاكرين، وما فيش دليل أصلًا يقدر يلبّس كاسترو في الموضوع. فكاسترو واقف قدامهم وبيضحك لأنه عارف إن هم مش قادرين يعملوا له حاجة، وبيسيبهم وبيمشي. بعدها بيلي بيكون في مهمة تبع كاسترو وبيقابل واحد هناك ومنه بيعرف معلومة مهمة جدًا. المعلومة دي بالنسبة له كانت كبيرة جدًا لدرجة إنه أول ما بيسمعها بيجري بسرعة يروح للضابط اللي مشغّله عند بيته ويقول له على الخبر ده. وفعلًا بيلي بيقابله وبيقول له إن الFBI مش سايبة كاسترو كده عشان هم مش عارفين يمسكوه، لأ كاسترو أصلًا شغال مع الFBI زي مخبر، يعني بيقول لهم أسماء ناس تقيلة في العصابات وأماكن تسليم ومعلومات عن عمليات كبيرة هم بيروحوا يقبضوا على الناس دي. فهو كده بيقدّم ليهم معلومات عن ناس تانية وفي المقابل هم سايبينه أو عاملين نفسهم مش واخدين بالهم منه. وخُد بالك أنا هنا باقول الFBI لإن بيلي شغال مع شرطة المدينة مش الFBI. فالضابط أول ما بيسمع الكلام ده من بيلي بيبدأ يفهم الصورة ويقول هو ليه دلوقتي الFBI عمرها ما عملت قضية كبيرة على كاستلو، رغم إن كاستلو يعتبر من أخطر الناس اللي موجودة، لإن الراجل طلع بيسلك نفسه معاهم. ودي من أكتر الحاجات اللي بتخلّي بيلي يتجنن أكتر، لإنه من ناحية شايف إن كاستلو كل يوم بيعمل مصايب وبيقتل ناس وبيبيع مخدرات وبيتحرك عادي، وفي الآخر بيكتشف إن جهة كبيرة زي الFBI عارفة وسايباه عشان بيستفيدوا منه. بعدها لمّا بيلي بيروح المقر بتاع كاستلو بيلاقي إن كاستلو طالب من كل الرجالة اللي معاه إن كل واحد يكتب بياناته، يعني يكتب
اسمه ورقمه ورقم حساباته في البنك، كل حاجة عنه، ليه؟ عشان كاستلو خلاص بقى شاكك إن في واحد من رجالته هو اللي بينقل الكلام ده للشرطة، فعايز يحقق ورا كل واحد فيهم، يعرف مين الخاين اللي جوه، وفي نفس الوقت الضابط اللي معاه جوه الشرطة اللي هو كولين برضه بيساعده في الموضوع ده، وإن هو بيدور عن كل واحد فيهم عشان يعرف مين اللي ممكن المزروع وسط رجالة كاستلو. فعلا كل الرجالة بتعمل اللي كاستلو قال عليهم، وكل واحد فيهم بيبدأ يكتب بياناته، وبيلي كمان بيعمل زيهم عشان ما يبانش يعني إن هو عليه حاجة أو إن هو شكله مريب. بعد ما بيخلص بيطلع بيروح للدكتورة اللي هي أصلا حبيبة كولين، واحنا في الوقت ده بنكون شفنا إن بيلي بقى بيقابلها أكتر من مرة، مرة بيروح لها العيادة ومرة بيروح عندها البيت، وهي كمان بدأت تسمعه وتفهمه أكتر، بس العلاقة بينهم بدأت تزيد مش مجرد دكتورة ومريض، يعني تقريبا هي بدأت ترتاح ليه أكتر من كولين، أو على الأقل شايفاه في حاجة حقيقية أكتر، لأن كولين طول الوقت عامل صورة الشخص المثالي، الضابط النضيف، الراجل اللي حياته ماشية تمام، بس بيلي بالعكس باين عليه إنه متدمر ومضغوط وتعبان بجد. فهي كأنها بدأت تحس إن بيلي رغم كل اللي هو فيه بس شكله حقيقي أكتر من كولين. بس بعدها بقى بنشوف إن كاستلو راح يقابل كولين وبيقابله في السينما، المهم إن كاستلو بيدّي له الورقة أو البيانات اللي هو جمّعها من الرجالة بتوعه عشان كولين يبدأ يدوّر عنهم ويعرف مين فيهم ممكن يكون الخاين. في نفس الوقت كاستلو بيبدأ يحذّر كولين ويضغط عليه، أو بيقول له بمعنى الكلام لازم تعمل شغلك كويس ولازم تخلّص لي الموضوع ده، إلا لو أنت يعني مش خايف على الدكتورة حبيبتك. فكولين بيحاول يرد عليه ويقول له إنه عارف هو بيعمل إيه وإنه عايز يساعده فعلًا أو ينقذه من اللي هو فيه. بس المشهد ده كله بيكون بيلي مراقبه، بيلي قاعد في نفس السينما بيراقب كل اللي بيحصل، لأن مهمته في اللحظة دي إنه يعرف مين الخاين اللي جوه الشرطة، أو على الأقل يصور وشه. وفعلًا بنشوف إن كاستلو قاعد مع حد من الشرطة بس لسه مش قادر يعرف هو مين بالضبط، فأول ما كولين بيمشي بيلي بيجري وراه بسرعة عشان يحاول يصوره أو يشوف وشه ويعرف مين هو، بس كولين بيهرب منه بسرعة وبيلي ما بيعرفش يلقطه ولا يعرف هو مين. وهنا بيلي بيروح يقابل كاستلو، وأول ما بيقعدوا مع بعض كاستلو بيبدأ يكلمه بطريقة مريبة كده، بيقول له إن هو عارف إن في واحد من رجالته خاين وبيسرب المعلومات للشرطة. هو بيتكلم تلاقيه عمال بيبص لبيلي كده بصات غريبة كأنه بيقول له من غير ما بيقولها أنا شاكك فيك أنت. بس هنا بيلي ما بيسكتش، بالعكس بيبدأ يعلي صوته ويتعصب عليه ويقول له أنت جايبني هنا عشان تهني بالكلام ده؟ أنت كل شوية تشك فيا، أنا مش هاسمح لك تهني تاني بالطريقة دي. ويفضل بيلي يزعق له ويمثل إنه متضايق جدا من فكرة إن كوستلو كل شوية يشك فيه. وبصراحة بيلي في اللحظة دي فكرني بنفسي وأنا بعمل الحركة دي لما كنت باكل أكل أختي من التلاجة ولما هي تعرف بعد أزعق وأقول لها أنا اللي أعمل كده، والله ده ظلم، والله ده حرام. وده اللي بيلي بيعمله بالضبط، هو عارف إن كاستو اللي شاكك فيه، فبدل ما يبان عليه الخوف أو إن هو قلقان، لأ هو قلبها بهجوم وزعيق، والحركة دي بتنجح فعلًا، يعني كاستو اللي بنشوفه إن هو بيبدأ يهدى شوية ويحس إن ممكن بيلي فعلًا يكون مظلوم أو متضايق بجد من الاتهام ده. وبعدها كاستو اللي بيسأله سؤال مهم، طب لو أنت مكاني كنت هتعمل إيه عشان تعرف مين الخاين؟ فبيلي بيستغل السؤال ده وبيرد عليه عادي وبيقول له إن المشكلة ممكن مش في الخيانة بس، يعني بيقول له بصراحة أنت مش بتدي رجالتك فلوس كفاية ومش مخليهم حاسين إن هم متأمنين معاك، يعني لو أنت عايز رجالتك يفضلوا في ضهرك ويخدموك بكل حاجة عندهم لازم تخلّيهم مستفيدين فعلًا وتحسّسهم إن هُم واخدين حقّهم. فبيلي هنا مش بيحاول إن هو يبعد الشبع عن نَفْسه، ده كمان بيحاول يبان قدّام كاستلو إن هو فاهم الدنيا وإن هو واحد من الرجالة وبيتكلّم بالمنطق بتاعه. بعدها كاستلو بيجمّع الرجالة بتاعته وبيقول لهم إنه كلّكم مش موجودين النهارده وأنا جِبت رجالة جديدة عشان العملية الجديدة. فهنا بيلي بيتعصّب شوية ويمشي لإنه كان حاسس إن كاستلو لسه بيلعب وبيختبرهم ولسه مش واثق فيهم. وبعدها كاستلو بيتصل بكولين وبيسأله بطريقة غير مباشرة، هو أنت جالك أي معلومات جديدة؟ ده أنا عرفت إن أنا غيّرت الرجالة بتوعي النهارده والّا لأ، فكلّهم بيقولوا إن ما فيش حاجة لأ جديدة وصلت لي. وهنا كاسترو بيبدأ يتطمن شوية، لإن لو هو بيلي الخاين فعلًا كان المفروض المعلومة دي توصل للشرطة بسرعة، لكن طالما ما فيش أي حاجة وصلت فكاسترو كده بيحس إن بيلي مش هو اللي بيسرب المعلومات. بس في نفس الوقت كولين بيكون شغال على لعبة تانية خالص، هو بيخلّي ناس من الشرطة تراقب الضابط الكبير، اللي هو الضابط العجوز، نفس الضابط اللي مشغّل بيلي في المهمة من الأول. كولين بيحاول يوجه الشك ناحيته عشان يقنعهم إنه ممكن يكون هو الخاين، أو على الأقل يخلّيهم يركّزوا معاه بدل ما يركّزوا عليه هو نفسه. يعني كون إن هنا بيعمل حركة ذكية، بدل ما يفضل يدافع عن نفسه، بدأ يدوّر لهم على حد تاني يشكّوا فيه، والأسهل بالنسبة له كان هو الضابط ده، لإنه فعلًا بيتقابل مع بيلي في السر وما حدش من الشرطة عارف التفاصيل المقابلة ديّة غير عدد قليل أوي منهم. فلو حد راقب الضابط ده وشافه راح يقابل واحد شكله مشبوه زي بيلي، فطبيعي جدًا الشك كله هيروح عليه. وفعلًا الضباط اللي كانوا بيراقبوا الضابط العجوز ده وهو رايح بيقابل بيلي ما بيقدروش يشوفوا شكل بيلي بوضوح، بس بياخدوا بالهم من حاجة مهمة جدًا، إن هو راح مكان مهجور وطلع فوق مبنى كده واضح إنه مهجور وما فيهوش ناس ساكنة فيه، فهو أكيد رايح يقابل حد هناك. وهنا كولين أول ما يعرف المعلومة دي بيتصرف بسرعة وعلى طول بيتصل بكوستلو ويقول له لو رحتوا المكان ده دلوقتي بنسبة كبيرة جدًا هتلاقوا الخاين واقف مع الضابط الكبير. يعني كولين هنا بيلعب على الناحيتين، من ناحية بيخلي الشرطة تشك في الضابط العجوز، ومن ناحية تانية بيسلم مكان بيلي لكاستلو من غير ما حد يعرف. فعلًا كاستلو بيبلغ رجالته والرجالة على طول بيروحوا المكان دوّة، وفي نفس الوقت الضابط وهو واقف مع بيلي بيعرف إن المكان انكشف وإن في ناس جاية عليهم، فبيحاول بينقذ بيلي بسرعة وبيقول له امشي أنت أو انزل أنت
انت من السلم اللي ورا ده، وانا هافضل هنا احاول اتعامل معاهم او اعطلهم. بالفعل فعلا بينزل وبيحاول يهرب من المكان وهو يفضل فوق لوحده. بعد العصابه ديت ما بتخش عليه وبيسالوه فين اللي انت كنت معاه، او انت كنت هنا بتقابل مين. فهو طبعا بيحاول يغطي على بيلي ويقول لهم ان مفيش حد معاه وكان هنا لوحده، بس هو عايز بس يولع السيجاره بتاعته. بس العصابه مش بتصدقه، وبيلي هو نازل من العماره بسرعه بيتفاجئ بحاجه نازله عليه من السما، وبيلاقي الضابط العجوز اترمى من فوق السطح ونزل قدامه على الارض. وبيلاقي هنا بيتصدم حرفيا، يعني الراجل اللي كان حاميه والوحيد اللي كان عارف حياته فجأة بيموت قدامه بالطريقة دي، وبيفضل واقف قدام الجثة مش مستوعب اللي حصل. بس في اللحظة دي رغم إنها كانت صدمة جدًا، بس هي جت في مصلحته، لأن الرجالة بتوع العصابة لما بينزلوا بيلاقوا بيلي واقف قدام الجثة بيسألوه: "هو أنت إيه اللي أخرك؟ كنت فين؟" لأن هم كانوا كلموه وقالوا إن إحنا هنروح المكان دوّة عشان هنقابل الجاسوس اللي هو شغال مع الشرطة. فبيلي بسرعة بيحاول يمسك نفسه ويقول لهم إن هو لسه واصل حالًا وإن هو شاف الراجل ده وهو واقع من فوق. وبعدها بسرعة بيقول لهم إن هم لازم يمشوا لأن الشرطة كانت مراقباهم وبدأت تتحرك عليهم. فعلًا بتحصل مطاردة وضرب نار كده بين الشرطة ورجالة العصابة، كل واحد بيحاول يهرب من المكان. وبعد المطاردة دي بنشوف إن خلاص العصابة قدرت إنها تهرب ويروحوا للمقر بتاعهم، بقى في واحد مصاب جيت فيه رصاص، فهو بيندى على بيلي، فبيلي بيروح له فبيمسك إيده وبيقول له: "أنا اللي اتصلت عليك وقلت لك تعالَ المكان اللي إحنا فيه، بس أنا لما اتصلت بيك اديتك عنوان غلط ومع ذلك أنت جيت العنوان الصح." فبيلي هنا بيتوتر جامد وبيبقى عايز يخلص منه، بس التاني بيمسكه أكتر بيقول له: "أنا إيه اللي يخليني ما أبلغش عنك أو ما أقولش إن أنت الخاين." بيلي في الوقت ده كان متوتر جدًا، بس اللي أنقذه إن الراجل ما قدرش يكمل أصلًا، الراجل كان بيطلّع في الروح ومات، فبيلي هنا خلاص بيرتاح. والناحية التانية بقى في قسم الشرطة لمّا الضابط التاني اللي شغال مع اللي هو الضابط العجوز بيعرف إن هو مات، بيبقى متعصب جدًا وبيقعد يزعق لكولين ويقول له: "أنت اللي خليت الشرطة تروح وراه، وليه أنت عملت كده أصلًا؟" فكولين هنا بيدافع عن نفسه بيقول: "أنا كنت شاكك فيه وإن هو بيروح أماكن غريبة وحتى بيقابل ناس غريبة." فبينفعل عليه الضابط تاني وبقى خلاص هيضربه، بس هنا بيتدخل الرئيس بتاعهم وبيدّي له إجازة إجبارية وبيمشّيه. فإحنا هنا فاهمين بقى خلاص إن تقريبًا ما فيش حد عارف حقيقة بيلي أو اللي هو مين غير هو الضابط دوّة، لإن الضابط اللي هو العجوز خلاص مات، وكل بقى بيفضل في القسم بس بياخد باله من المتعلقات أو الأغراض بتاعة الضابط العجوز اللي مات. فبياخد الموبايل بتاعه بييجي له فكرة إن هو يتصل على آخر رقم هو اتصل بيه، لإن أكيد هيبقى هو ده رقم الخاين، وفعلًا بيتصل. فبيبقى بيلي قاعد وبيلاقي إن جاله اتصال، ساعتها بيتخض جامد وبيفضل متوتر ومش عارف يرد والّا لأ، لحد ما بيرد ويفضلوا الاتنين ساكتين على نفس الخط، حرفيًا ما حدش فيهم بيتكلم، لحد ما بيلي بيقفل الموبايل بسرعة وهو خايف. بس بعدها بشوية قرر إن هو يتصل تاني على الرقم وبيقول له: "أنت إزاي بتكلمني من تليفون واحد ميت؟" فهنا كولين بسرعة بيحور عليه وبيقول له: "لأ ما خلاص الضابط العجوز مات وأنا اللي ماسك العملية بداله." فبيلي بيقول له: "طب والضابط التاني فين اللي كان معاه؟" قال له: "لأ هو متأثر بموته وما عرفش يمسك نفسه فإحنا ادينا له إجازة، بس ما تقلقش أنا اللي معاك في العملية دلوقتي." بيلي بيبقى مش عارف يثق فيه والّا يشك فيه، فبيقفل التليفون في وشه. وبعدها كوستيلو كان رايح عملية إن هو يستلم مخدرات، وهو في الطريق كولين بيتصل عليه بيقول له إن في 2 ضباط ماشيين وراك وبيراقبوك، فكوستيلو بيطلب منه إن هو يبعدهم بأي طريقة، فكولين فعلًا بيتدخل ويبعدهم. بس هنا كولين بيعمل حاجة غريبة جدًا، بيبلغ الشرطة مكان العملية بتاعة كوستيلو، ونشوف فعلًا إن هم اتحركوا ورايحين يقبضوا عليه. طبعًا بيكون بيلي هو اللي باعت له الأخبار دي كلها، لأن بيلي تقريبًا خلاص هو واثق فيه وما عندوش حل تاني. ففعلًا بيروحوا المكان وبتحصل مطاردة ما بينهم جوه المكان اللي كانوا بيستلموا فيه المخدرات، لحد ما كولين بيروح يقف قدام كوستيلو هو اللي بيقتله بنفسه، حرفيًا بيفرغ فيه كل رصاص المسدس اللي معاه. طب أنت هنا ممكن تستغرب هو ليه كولين عمل كده أصلًا يعني؟ يعني كوستيلو هو الشخص اللي مربيه وهو اللي خلاه يوصل للمكانة دي. هاقول لك يا سيدي، لأن كولين اكتشف من الملفات بتاعة الضابط العجوز إن كوستيلو كان شغال مع الFBI، فكولين كان خايف على نفسه لا يكون الFBI عارفين إن هو جاسوس وشغال مع العصابة. دي حاجة طبعًا هتضر كولين جدًا، لأن أكتر حاجة بتهمه هتشوفها طول الفيلم هي شكله الاجتماعي ووضعه قدام الناس، وهو عاجبه وضعه كضابط وشقته اللي بتبص على نص المدينة، فمش عايز مستقبله يضيع أو ينكشف، فكان لازم يخلص من كاستولو للأبد. وفعلًا ده اللي عمله. بعدها كولين راح بقى القسم والضباط بيحتفلوا بيه جوه، لأنه خلاص هو اللي خلص على أخطر زعيم مافيا. فبيقولوا إن المخبر اللي كان شغال معانا مستنيك جوه. كولين كان متحمس جدًا لأنه عايز يعرف أخيرًا هو مين، وفعلًا بيروح يقابل بيلي. بيلي في اللحظة دي يعتبر خلاص هو وثق في كولين، ما هو ده الراجل اللي قتل كاستيلو فأكيد هيثق فيه. فالاتنين بيتقابلوا وبيتكلموا، وفي نص الكلام كولين بيقول له: "طب أنا عايز الباسورد أو الرقم السري بتاع الملف بتاعك عشان نخلصه وأديك المكافأة اللي إحنا اتفقنا عليها." فبيلي بيدّي له الرقم السري وكولين بيقول له: "خلاص أنا هاخش الأوضة اللي جوه اللي فيها الكمبيوتر أضبط الدنيا وأجي لك تاني." وبيسيبه ويمشي. بيلي وهو قاعد لوحده بيبص على مكتب كولين فبيلاقي حاجة غريبة جدًا، بيلاقي الظرف اللي هو نفسه كان كاتبه لكاستيلو بخط إيده، الملف اللي كان فيه بيانات العصابة عشان كاستيلو يدّيها للضابط بتاعه ويعرف مين الخاين. طب إيه اللي جاب الملف ده هنا على مكتب كولين؟ فهنا بيلي بيبقى متأكد إن
كولين ده هو الجاسوس بتاع العصابة، فبيطلع يجري بسرعة من المكان قبل ما كولين يرجع. وفي نفس الوقت كولين بيعمل حركة وسخة جدًا، إن هو بيدخل على السيستم وبيمسح ملف بيلي بالكامل من اسم الشرطة. يعني حرفيًا بيلي ما بقاش ضابط، وما حدش يعرف يثبت إنه كان ضابط أصلًا، غير 2 دلوقتي، هو كولين نفسه والضابط التاني اللي هو يعتبر واخد أجازة مش موجود. فبيلي لما بيهرب من عنده كولين بيروح للدكتورة اللي هي النفسية، وبيقعد يتكلم معاها وبيديها ظرف مقفول، بيقول لها اللي هو بالله عليكِ الجواب ده ما تفتحوش غير لما يحصل لي حاجة أو أنا أكلمِك وأقول لِك افتحيه، أنا مش عارف أثق في حد دلوقتي غيرِك، وبيسيبها وبيمشي. بس بعدها بيومين في ظرف تاني بيوصل على شقة كولين، والدكتورة عشان عايشة معاه فبتفتحه بتلاقي جواه شريط كاسيت مكتوب عليه اسماعيلي. فبتحط الكاسيت وبتشغله، بتصدم لما بتسمع ان الكاسيت كلها عباره عن مكالمات بين كولين وكاستيلو متسجله. وهي بتعرف ان طبعا ان كولين خاين وان هو عميل العصابه وان هو مش ظابط ولا حاجه. ولما كولين بيرجع هي بتواجهه بالموضوع ده، هو بيحاول يبرر موقفه ومصدوم اللي هو ازاي التسجيلات دي وصلت لها. بس احنا بنعرف ان العمليه دي كلها كان بيلي هو اللي بعت الحاجات دي كلها، لانه في ساعتها بيتصل على كولين بيقول ان كوستيلو كان بيسجل لك كل حاجه، لانه كان عارف ان ممكن تلعب بديلك وتغدر بيه في اي وقت. ودلوقتي بيلي معاه كل التسجيلات دي، وبيبدا بقى ان هو يساوم بيها كولين. فبيقول انا عايز ارجع هويتي، انا عايز الناس تعرف انا مين، وان انا كنت ظابط، مقابل ان مش هنشر الحاجات دي ومش هفضحك. بعدين بيتقابلوا في المبنى اللي هو مات فيه الضابط العجوز، وبيحصل هناك كلام كبير ما بينهم. وبيلي بيكلبش كولين وبيقول له انا هقبض عليك ومعايا الادله ولازم انت تتفضح. فكولين بيقول ان الادله اللي معاك دي ما تثبتش اي حاجه، انا بكل بساطه هقول ان كوستولو كان شغال مخبر عندي، هو اللي كان بيخليني اراقب العصابات، وهل انت يا بيلي هتقدر تثبت عكس ده؟ فبيلي بيقول له ما يهمنيش، اهم حاجه ان اقبض عليك. وفعلا بيقبض عليه وهو نازل في الاسانسير. اول ما الباب بيفتح بيلاقي الطلقه جت في نص دماغ بيلي، وقع ميت على طول. واللي ضرب النار بيطلع الضابط صغير كان شغال تحت ايد كولين. بس كولين حرفيا بيتفاجئ لما الضابط الصغير ده بيبص له ويقول له كان لازم اعمل كده عشان كوستولو كان هيفضحنا والناس كلها تعرف احنا مين. كولين حرفيا بيتصدم هنا اكتر، وبيكتشف ان هو مش لوحده اللي كان شغال مخبر لكوستولو جوه الشرطه، ده طلع في غيره كمان. بس بعدها كولين بيطلع مسدسه وبيقتل الضابط الصغير ده، بيخلي الموضوع كأن الضابط الصغير هو الخاين وهو المخبر اللي جوه البوليس، وان هو اللي عمل كل دوت. يعني حرفيا انت بتشوف ان كله موت بعضه. وبعدين بنشوف ان كولين هو قاعد بيسجل الاحداث اللي حصلت، وبيحكي ان الشرطه ان الضابط الصغير ده كان هو الخاين، بس بيوصي بقى ان بيلي يستحق ميداليه الشرف لانه كان هو البطل. يعني كتر خيرك والله يا عم كولين ان انت عملت حاجه كويسه لبيلي بعد ما مات. خلاص كولين بقى بيخلص كل حاجه وبيروح بيته، بس هو داخل شقته بيتفاجئ بالظابط التاني واقف له وماسك المسدس. لان لو انت فاكر هو الظابط دوت هو الوحيد اللي عايش وعارف هوية بيلي وعارف كل حاجه، وعارف من الاول ان كولين ده مش سالك اصلا ومش كويس. واول ما كولين بيدخل الشقه بتاعته الظابط ده على طول بيضربه برصاصه بيقتله على طول. هو عمل كده لانه متاكد في الاخر ان القانون عمره ما هيجيب حق الناس اللي ماتت ديت، لان كولين بكل بساطه خلص على اي حد ممكن يبلغ عنه ومسح هويه بيلي ولعب في كل الادله. فحرفيا الظابط ده عمره ما كان هيعرف يثبت عليه حاجه بالقانون، فما لقاش قدامه حل غير ان هو يحقق العداله بنفسه، بيسيبه ويمشي وكولين بيقع ميت على طول. وبالنهايه بنشوف كده ان في فار ماشي على بلكونه الشقه بتاعت كولين، ودي يعني ممكن تكون رمزيه من المخرج ان كولين هو الفار او هو الخاين اللي كان ورا كل حاجه من الاول. فالفيلم هنا بيخلص بجد بتحس ان هو فيلم تقيل جدا واحداثه كتير. يعني مارتن سكورسيزي اصلا من نوعيه المخرجين اللي بيبنوا الاحداث بسرعه جدا، مع ان الفيلم ممكن يكون مدته 3 ساعات او اكتر كمان، بس حرفيا انت بتعيش تفاصيل كتيره، الكاميرا بتتنقل كل كام ثانيه بسرعه، بتبني الشخصيات في وسط الاكشن او الاحداث اللي انت بتشوفها. فبجد الفيلم حلو جدا والنهايه بتاعته عظيمه، وعرفتنا ان العداله في الاخر اتحققت حتى لو كانت عداله عبثيه. وبس كده ده فيديو النهارده، اتمنى انه يعجبكم، ولو عجبكم يا ريت تقولوا لي. انا كريم سليمان، وسلام.